النهارده هعمل معاكم القلقاس بطريقه بسيطه جدا جدا وبطريقه حلوه، وبرضه هقول لكم على الحاجات اللي هي بتكون غلط فيه. وطبعا في ناس كتير اساتذه فيه يعني اشطر مني بكتير، بس برضه انا هقول لكم بحكم خبرتي يعني للقلقاس. هنعمله بطريقه سهله، وهنعمل مع بعض الرز واللحمه المسلوقه ديت، ولو حابين تعملوها باي طريقه تانية ايه زي ما تحبوا. بس لاول مره تشوفوني انا اسمي هاجر، وما تنسوش لايك للفيديو واشتراك للقناه. اول حاجه القلقاس ده انا كنت مخزناه يعني في الفريزر. تمام هي يعني الوصفه النهارده سهله جدا، وكتير اكيد بيعرف يطبق القلقاس، بس انا برضو حبيت ان انا اشارككم وصفتي النهارده لما عملت الاكل دوت. وهقول لكم برضو القلقاس يا جماعه بيتخزن ازاي، وهعمل لكم فيديو لطريقه تخزينه، ولما كمان انا هعمله معاكم تاني لما نيجي نخزنه هوريكم بيبقى عامل ازاي. اول حاجه كده انا كنت سلقت اللحمه من بدري عشان هي بتاخد وقت شويه عن القلقاس، تمام، عشان كنت عايزه الشوربه بتاعتها. اوكي، هنا بقى اخدت شويه كده من الشوربه لما اتعملت مع اللحمه يعني، ورحت بقى ايه حاطه فيها القلقاس. الشوربه دي كان فيها ايه بصلايه متقطعه صغير، وكان فيها 7 بهارات وفلفل اسود وملح وايه ورقتين كده من ورق اللورا. اوكي، ده بس اللي كنت حطاه في شوربه اللحمه. ولما غلت معايا وعملت شوربه، رحت واخده بقى الشوربه دي وحطيت فيها القلقاس وسبته بقى يستوي كده على النار زي ما انتوا شفتوا. هنا بقى هنعمل مع بعض الرز برضو بطريقه سهله جدا. حطيت كده معلقه من السمنه البلدي ومعلقه كبيره من الزيت، تمام، واحط عليهم الشعريه بعد ما هما كده سخنوا مع بعض. تمام، هقلب بقى الشعريه بتاعتي لحد ما تاخد لون ذهبي كده وتكون حلوه. عايزه اقول لكم يا جماعه انا ما كنتش بحب القلقاس خالص، بس دي من احلى الوصفات دلوقتي اللي انا بحب اكلها. بجد بجد طعمه خطير جدا جدا. بس اهم حاجه ان احنا نكون غاسلينه كويس جدا جدا، ومفيش حاجه اسمها ان احنا مش بيتغسل بالميه السخنه ولا الكلام دوت ونستسهل ونمسحه بالحته ونمسحه مش عارفه بايه. لا لا يا جماعه، يعني الاختراع ده بالنسبه لي انا مش حلو خالص خالص خالص. وبيكون القلقاس كده فيه زي ما يكون حاجات كده خيوط كده ولزج كده، يعني بصراحة انا بحسه كده فيه نشا، مش قلقاس حلو خالص خالص. القلقاس يا جماعة لازم ان هو يتغسل كويس جدا جدا جدا. هنيجي هنا بس بعد ما حطيت الشعرية واتحمرت، رحت نازلة بقى بالرز زي ما انتوا شايفين كده، واديته تشويحة حلوة مع الشعرية عشان يبقى مفلفل معايا. تمام، خطوة تشويح الرز مع الشعرية دي يا جماعة بتبقى حلوة جدا، وبتخليه ان هو مفلفل معاكي قوي، وبيبقى حلو جدا جدا ومفرفر كده وحلو. تمام، هنا بعد ما قلبت بقى الشعرية مع الرز، هضيف بقى عليه الميه. وطبعا الميه انتوا هتحطوها حسب يعني الرز اللي انتوا عاملينه قد ايه. تمام، بعد كده بقى بصوا زي ما انتوا شايفين ضفت بقى كده اهو الميه على الرز وايه، واديته ايه تقريبا كده فككته من بعضه. وهضيف له بقى دلوقتي كيس من الميجي الفوريه اللي هي كنور ديت. وعايزه اقول لكم هي بتغير اللون يعني شويه، بس بصراحه بتديله طعم خطير جدا جدا جدا. وعلى فكره انا بحب اعملها كده لما اكون عامله القلقاس، يعني بحب اعمل الرز بالطريقه دي. انا مش دايما بحط فيه الشوربه الفوريه دي، ده غير لما اكون ايه يعني في اكلات كده معينه بحب تبقى عامله طعم في الرز مع الصنف التاني اللي جنبه، فبيعملوا كده ميكس حلو قوي بيبقى طعمهم حلو. تمام، وحطيت بقى الملح بتاعي عادي تمام جدا، وسبته بقى ايه على النار ان هو يستوي براحته. وهنا بقى جيت للقلقاس بتاعي، كان هنا خلاص بقى كده القلقاس قرب يستوي، ولقيته كده فك من بعضه بقى كله زي ما انتم شايفين بالشكل دوت. وايه بصوا استوى خالص معايا ازاي وبقى جميل. اهم حاجه ما تهرهوش يا جماعه عشان ما يبقاش مهري. هنا بقى السلق انا كنت عاملاه برده سباه في الفريزر، لما بعمله بحطه كده في علبه. وبرده هعمل لكم طريقه السلق، طريقه سهله جدا جدا، وفي نفس الوقت مش هتاخد منك وقت كتير، ولا هتتعبي في ان انت تقعدي تدقيه في الهون ولا اي حاجه، وفي نفس الوقت هيطلع معاكي غامق مش اخضر زي القلقاس اللي احنا بنشوفه. انا عن نفسي القلقاس بالنسبه لي لازم يبقى السلق بتاعه لونه اسود زي ما انتم شايفين وغامق كده. هنا بقى كده خدت معلقتين كبار من السلق وضفتهم على القلقاس زي ما انتم شايفين. انا بحب السلق يبقى كتير عشان بحب يعني ميه السلق تبقى غامقه، وطعم السلق اصلا بيبقى تحفه، خصوصا لما بيكون متشوح كويس ومعمول حلو، بتدي طعم حلو جدا جدا مع القلقاس. تمام، حطيته كده بقى وقلبته، وهسيبه بقى ان هو يغلي غلوه كده هو مع بعضه، وبعد كده بقى ايه هطفي عليه. تمام، هنا بقى كده كان غالي خلاص زي ما انتم شايفين. رحت بقى ايه ان انا قلبته كده اهوت، ورحت طفيت بقى عليه وسبته ايه على الجنب لحد ما انا اغرف الاكل. وهنا بقى كنت غرفت اللحمه وغرفت القلقاس. وبصوا يا جماعه بعد ما انا ضفت القلقاس على الشوربه، شايفين ميه القلقاس رايقه ازاي وجميله.
ولا لزجه ولا منشيه كده زي ما بنشوف كده عند ناس كتير، وحلوه ازاي وجميله. ان شاء الله الوصفه بتاعتي تكون عجبتكم وتكون سهله وسريعه بالنسبه لكم، واتمنى ان انتوا تجربوها. وبرده ان شاء الله قريب هعمل لكم بقى التخزين القلقاس، هيعجبكم جدا. واشوفكم في فيديو جديد بوصفه جديده. باي باي.